بعد كده وانت بتدعي باسماء الله الحسنى ادعي باسم الله الوهاب. ليه؟ يا ربي الرزاق يرزقك بعد ما تاخدي بالاسباب. وابتغوا عند الله الرزق، ما قالش وابتغوا الرزق عند الله، لا، قدم كلمه عند الله الاول عشان الرزق عند الله الاول بس، وهتاخد بالاسباب. بس ابتغوا عند الله الرزق، الرزق تاخد بالاسباب يجي لك رزق، تاخد بالاسباب اللي في ايدك قد كده يجي لك رزق قد كده لو ده رزقك. طب الوهاب بلا اسباب يا حبيبتي، لو حابب يهب ليكي شيء حتى لو الاسباب مش جايه، حتى لو ما فيش اسباب، حتى لو الاسباب جايه لك عكسيه كمان هيهب ليكي. عشان كده ربنا ما بيقولش اي كلام في القران، ربنا منقي كويس كلامه، بيقول يهب لمن يشاء اناثا، ده في سوره الشورى، ويهب لمن يشاء الذكور. ليه قال يهب؟ عشان ممكن تبقى اسبابك ان انت مالكيش خلفه اساسا ومالكيش نونو اساسا او كبيره اصلا وعماله تدعي ويا رب. ادعي ربنا وبلغ في ظنك باسم الله الوهاب، قولي يا وهاب بلا اسباب، يا وهاب باسباب وبلا اسباب، حتى لو الاسباب جايه عكس. سالتك يا وهاب وبلغت في ظني بك تديني بقى نونو، تديني شغل، تديني فلوس، تديني زوج حلو، تديني زوجه حلوه، ايا كان يا ماما ادعي باسم الله الوهاب. مفيش دعاء السنه دي من غير اسماء الله الحسنى، مفيش حاجه اسمها يا رب كده كده كده، بس اسماء الله الحسنى. كل اسم من دول لما بتعملي بيه ولا بتدعي ربنا بيه قوي 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 قوي. انت بتفتكري ان وهاب سواء معاكي اسباب او مش معاكي، بتفتكري الا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد دعوه زي دي هتبقي زعلانه؟ مستحيل. او ما عندكيش امل؟ مستحيل. وهاب بيقول لك حتى لو حاجه جايه عكس هيهب ليكي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ليه وهبنا؟ ليه ما قالش فدنا له يحيى فرزقناه يحيى؟ عشان كانت الاسباب جايه عكس يا ماما. كان الراجل بلغ من الكبر عتيه وامراته عاقر، اتفضل خد يحيى يلا كده. ليه؟ هو كده ربنا قرر ووهبنا له يحيى. ربنا قرر يا ماما، ربنا قال كن فيكون. ايه ده ازاي؟ هو كده. ايه ده ازاي يا عبله؟ هو كده. طب انا يا عبله ازاي يجيلي؟ هو كده عشان وهب اسبابه بلا اسباب. مش مصدقه؟ اهي قصص كتير اهو، قصص. احنا بس الانبياء والرسل احنا بنحس ان هم ناس تانية غيرنا، اللي هو احنا فين والناس دي فين؟ لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي. ليه ووهبنا له يحيى؟ لان بعدها على طول في نفس الايه انهم كانوا يسارعون في الخيرات. يعني انا اسارع في الخيرات. انا قلت لك قبل كده في فيديو بس مش فاكره فين، قلت لك عاملي ربنا معامله الرسل يعاملك معامله الرسل. امني بربنا وثقي فيه ووقني فيه واعملي اللي الرسل والانبياء بيعملوه، هيعاملك معامله الرسل والانبياء. والله هيديكي نفس معجزاتهم، قسما برب العزه اشهد، شفتها بعيني في حياتي وفي حياه الناس اللي حواليا اهي، قصص اهي. مفيش حاجه بعيده عليكي. طب مفيش حاجه بلاش بعيده عليكي، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. ما تفتكريش الكلام ده هيحصل لكل الناس ما عدا انت، لكل الناس ما عدا انت، لا. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني انت سارع في الخيرات وخلي هموم الدنيا كلها هم واحد بس وهو ربنا، وربنا يكفيك بقيت كل الهموم. كنت سمعت كلمه قبل كده يقول لك من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سمعت لك تفسير للكلمه دي انه مش بس تركه ما لا يعنيه، يعني انك حاجه مش بتاعتك وتتكلمي فيها، او اني ما تدخليش في حاجه حد، لا 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 لا، انك الحاجه دي هتيجي ازاي، او ربنا هيوهب لي الحاجه دي ازاي، او ربنا هيعمل لي الشغلانه دي ازاي، هيعمل لي مش عارف ايه دي ازاي، دي مش بتاعتك، ده لا يعنيكي. تخيلوا من حسن استسلامك لله ان دي مش بتاعتي يا رب، دي بتاعتك، الرزق ده بتاعك، انا هاخد بالاسباب بس مش دعوه. حلو قوي، حلو، عجبتني جدا، انا افتكرتها دلوقتي. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ايه ده؟ يعني انا يا رب لما سارع في الخيرات وادعي لك رغبا ورهبا واكون لك خاشعه، تديني زيهم وتوهب لي وتبقى وهاب معايا بسبب وبين غير سبب. والله مستغربه ليه؟ انت مستغرب ليه؟ صعبه الحاجات دي، صعبه على ربنا يعني ولا ايه؟ صعبه على القادر القاهر، على اللي بيقول للشيء كن فيكون؟ لا مش صعب خالص، ده بالنسبه له الكلام ده كلام فاضي. ده شق البحر لموسى. ليه هو كده؟
والله 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 لو مكتوب حاجة يعني احسنوا الظن بالله بشكل وبالغوا في ظنكم بالله بشكل، خلي الناس اللي حواليكوا تستغرب من دعوات اللي بتدعيها. تقول لك ايوه بس اول ما تقول لك ايوه بس قولي لها مالكيش دعوه انت، مالكيش دعوه انت، ربنا وهاب. ولو حابه برضو تنصحي حد قولي لها بقول لك ايه، ادعي ومالكيش دعوه، ادعي وبالغي واحسني الظن وارفعي قوي قوي قوي، ربنا يحب كده. انا عايزاكي تتخيلي حاجه، لو جيت لك ملك من ملوك الدنيا، ملوك الدنيا اللي هو احنا فسافيس وفسفس، ها احنا فسافيس، احنا ولا حاجه، يقول لك احنا شبه النمل كده، ملك كده كبير، قال لك خدي اتفضلي الكارت ده تعالي لي. اللي حصل؟ خدي الكارت ده وتعالي لي بكره وامورك كلها اللي انت هتكتبيها مقضيه ايا كانت. تخيلي كده قمت دخلتي على الملك وقمتي داخله له كده اللي هو انت هتجيب ولا مش هتجيب، ولا هتعمل ولا مش هتعمل، او داخله مثلا قمتي كتبتي كلام فاضي، قمتي كتبتي في الورقه عاوزه 3 جنيه، فهيبص لك كده بصت اللي هو 3 جنيه، بقول لك انا ملك، انا ملك، قلت لك اكتبي اللي انت عاوزاه هديهولك، كاتبه لي 3 جنيه. طب ده يا شيخه عيب، عيب في حقي يعني ابقى انا الملك وتيجي تطلبي الطلبات العبيطه دي. اطلبي طلبات تليق بيا على الاقل، بلاش بيك انت، اطلبي طلبات تليق بيا كملك. ممكن لو سمحتي تطلبي طلبات تليق بقدره ملك الملوك. ممكن لو سمحت تبالغ قوي في ظنك بيه، لان انت لما هتجيلك الحاجه مش هتجيلك بشطارتك ولا بفلوسك ولا بالاسباب اللي بتاخدها ولا بالخطوات اللي مشيتها ولا بالشغلانه اللي بتشتغلها ولا بافكارك النيره اللي عمال تعملها ولا ترتبها. في تدبير رباني تاني خالص هو اللي هيفعل ده، هو اللي ربنا ولله المثل الاعلى هيدوس على الزرار ويقول الاسباب بقى العبيطه اللي انتوا شغالين بيها دي هي اللي هتجيب. وفي اسباب تانية كبيره جدا 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 هم ماشيين مع نفسهم كده فيها مش هتجيب، لان انا مش يا رب ما امرتش بده، قلت لا على الحاجات دي فمش هتيجي. والاسباب البسيطه العبيطه دي هي اللي هتجيب. ليه؟ عشان انا كرب قررت ده، انا كرب قررت ان ده هيجيب وده لا، ده هيجي له رزق وده لا. ربك اللي بيقرر وربك اللي بيجيب يا حبيبتي. والله العظيم. فممكن لو سمحتوا يعني نبالغ في ظننا، نبالغ في ظننا ونرفع السقف قوي قوي، رفع يليق مش بامانيك انت وباحلامك انت، لا، ظن يليق بجبروته، باجابته للدعاء، حاجه تليق بمقامه هو. يعني ده حتى عيب، انا بقعد اقول يا رب لا يا رب انا هدعي، طب انا يا رب الاسباب، بقعد اكلمه كده يا رب الاسباب ولا حاجه ما ينفعش عكس، انما انا بدعيك انت، انا بدعيك انت يا رب يا وهاب. بقعد اقسم بالله لدرجه ان انا ببتسم في السجود اللي هو يا رب انا، طبعا الكلام ده لو حد بقعد اقول له كده يا رب الكلام ده لو حد سمع يقول ايه الهبل ده، انما انا بدعيك انت يا رب، الحاجات دي انت اللي هتجيبها يا رب مش الاسباب. هبالغ في ظني بيك قوي يا رب وانا متاكده انك فرحان مني ان انا بقول كده، لان انا بقول انا احسنت ظني بيك انت عشان انا واثقه ومؤمنه ان انت اللي هتجيب مش الاسباب. انا لو دعيت لك على قد الاسباب معنى كده ان انا عندي يقين ان الاسباب هي اللي هتجيب، اني اصل لا يا رب اصل الاسباب، يا بنتي مش الاسباب، ربك اللي هيجيب يا حبيبتي والله، مش قانون الجذب يا ماما. ها قانون الجذب اللي قعدوا يقولوا لك انت بقى ايه سيبك من ربنا خالص ده وخلينا بقى في قانون الجذب، احنا اللي هنجيب بقى الحاجه، احنا بقى مش محتاجين حد، هنجيب احنا اللي ايه، نجذب احنا الحاجه، نجذب احنا الحاجه. بلاش كلام فاضي، احسني وبالغي وبالغ في ظنك بالله الى اقصى درجه، وده اللي انا بحاول اعمله. يا رب بالغت في ظني بيك، والله يا رب انت هتكرمنا كرم وهتجبر بخاطرنا جبر وهتعفو عننا عفو وهتغفر لنا مغفره وتسامحنا وتودنا وتوهب لنا حاجات ما كانتش تخطر لنا على بال، وهترزقنا ارزاق ما كانتش تخطر لنا على بال، وهتعيشنا عيشه هنيه دنيا واخره ما كانتش تخطر لنا على بال، دنيا واخره. ليه؟ عشان انت كريم يا رب، عشان انت وهاب يا رب، عشان انت حبيبنا كلنا والله يا رب، عشان انت حبيبنا بتحبنا يعني، وعشان انت حبيب لنا كلنا يا رب والله. بلغوا 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 مالكوش دعوه، بلغوا بلغوا قوي، لا بلغوا قوي قوي قوي، بلغوا قوي 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 قوي، اطلعي بعيد 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 في كل حاجه، في كل حاجه، حتى لو ايه عبله، حتى لو ايه
مهما كان مهما كان مهما كان، حتى لو كل الاسباب بتقول انها ما تبقى، مهما كان بقول لك، مهما كان بقول لك، انتوا بتدعوا رب، رب اله 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 قريب ومجيب ووهاب وقادر على كل حاجه، على كل حاجه، على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، يقدر على اي حاجه، اي حاجه مهما كانت، مهما كانت. أوي 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 يعني نطلع فوق أوي أوي أوي، يعني أنا خايفة بس لحسن أطلع فوق وأتعشم اطلعي فوق مالكش دعوة، اطلع فوق مالكش دعوة، بس بيقين. هنا ما يبقاش بيدعي وهو شاكك، لا يا رب، بقول لك يا رب، لا ده أنا هبالغ قوي بقى، وكل ما تبالغ أكتر يحبك أكتر ويفرح بيك أكتر. يعني أنا لسه قايلة لك المثال بتاع الملك، ما تطلبيش طلبات بسيطة، اطلبي طلبات عاليه قوي وقولي يا رب ده طلبات تليق بقدرتك، يفرح اكتر ويقول لك والله ما انا موقعها لك. هيبقى دايما انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ايا كان هتظني بيه ايه هو قده والزياده، قده والزياده قوي. بالنسبه لنا الكلام ده كلام فاضي، مهما طلعتي فوق، مهما طلعتي فوق قوي قوي بالسقف بتاعك هيبقى ولا حاجه بالنسبه لربنا برضه. وهتيجي بعدها بعد ما الحاجه دي تيجي تقولي يا ريتني كنت بالغت اكتر، وده اللي انا قلت لكم. فاكره انا السنه دي ببالغ قوي زياده عن اللازم بقى، عشان انا يا ريتني كنت بالغت اكتر قبل كده، كله جه، المعجزات كلها جت، يا ريتني كنت بالغت اكتر. السنه دي هبالغ قوي قوي بقى، قوي قوي، هشطح خالص، هشطح خالص. يا ربي يا قريب يا مجيب الدعاء، استجيب لدعواتنا كلنا يا رب، كل اللي شايفني او ما شايفني يا رب العالمين، اللهم امين اللهم امين اللهم امين. دعوه الصائم يا رب انت قلت انها لا ترد، اديني بدعي وليا وليهم، استجيب لدعواتنا كلنا يا رب، اللي شايفني واللي مش شايفني، اللهم استجيب لنا كلنا يا رب بدون استثناء، اللهم اجعلنا مستجابين الدعوه يا رب، اللهم امين. واجعلنا يا رب من اللي بيسارعوا في الخيرات وبندعوك رغبا ورهبا، وان نكون لك خاشعين عشان تستجيب لنا وتوهب لنا حاجات ما كانتش تخطر لنا على بالي يا رب العالمين، اللهم امين. واجعلنا احب اهل الارض ليك، يعني نبقى انا وهم كده، اللي شافني او اللي ما شافنيش، نبقى احنا في حته تانية كده، تقول لنا انتوا ناس تانية، انتوا حبايبي، انتوا ليكم معامله سبيشال، انتوا من المقربين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من المقربين يا رب، اللي بتحبنا حب سبيشال كده، اللي هو لا دول حبايبي، دول ما حدش يجي جنبهم، ما حدش هيزعلهم، ما حدش يقدر عليهم، وليهم معامله سبيشال، وليهم حسنات تانية غير، وليهم تعامل غير، ودول هيطلعوا على الفردوس الاعلى جري هناك كده، بس كده هو كده. ليه هو كده؟ عشان انت وهاب باسباب وبلا اسباب يا رب. ليه؟ عشان احنا طمعانين في كرمك، مش عشان احنا بنعمل حاجه عدله، لا يا رب، احنا بنحاول بس مش اكتر. احنا نستاهل بقى ما نستاهلش، انت عشان ده كرم وجود من عندك واحسان منك لينا يا رب، ولولا منك علينا وهداك لينا ما كناش اهتدينا يا ربي، لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، والله يا رب، لولاك ما اهتدينا يا رب. ايه يا بنتي الخير ده؟ ايه يا حبايبي الخير اللي احنا فيه ده؟ والله ده الاسلام لوحده نعمه، الصلاه لوحدها نعمه. في الايات بتاعت الصيام لعلكم تشكرون، والله يا رب دي نعمه تستوجب الشكر فعلا، بس احنا اللي مش دريانين يا رب. والله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله ان في دعاء بيقين، قانون جذب ايه ونيلة ايه؟ الحمد لله ان في دعاء بيقين، الحمد لله ان في اله ندعي له، وندعي له بحاجات مستحيله. تخيلوا ما كانش في اله واحنا عمالين هنقعد نطحن كده عشان نعمل بالاسباب اللي في ايدينا والاسباب ما بتجيبش، ايه ده ما كانش هيبقى فيه امل خالص. الحمد لله، الحمد لله ان في رب قريب ومجيب ووهاب باسباب وبلا اسباب، مهما بلغنا في ظننا بيه هيجيب، ولو ما جابش دي بيجيب الاحسن منها. اشهد ما فيش مره طلبت حاجه لو ما جاتش بيجيب لي الاحلى، ولما بظن حسن ببقى ظنيت في ظن خير يجيب لي الاحلى منها، والحاجه اللي تضيع مني يجيب لي الاحلى منها. ايه يا رب الكرم ده؟ ايه يا رب الجود والكرم والاحسان الزايد عن الحد ده؟ ايه يا رب ده؟ ايه الود ده؟ ايه الود ده واحنا ما نستاهلش، وما قدر الله حق قدره، وما بنشكركش صح، وما بنعملش اللي انت عاوزه صح، واللي انت طالبه مننا ما بنعملوش صح، ومع ذلك بتتودد لينا الود ده كله وبتستجيب لنا الدعوات دي كلها. روحي يا بنتي،
روح يا بنت الله يهديكي، روح يا حبيبي، روح روح صلي على النبي كتير قوي 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 قوي. صلى، بقول لك ايه، طول ما انت صايم بتصلي على النبي، سامع ولا لا؟ طول ما انت صايم بتصلي على النبي بالصيغه الابراهيميه الاول، ولو صعب عليك اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، عدد ما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى، الاعداد المضاعفه حلوه قوي طول ما انتوا صايمين. دعوه مستجابه. الصلاه على النبي بتنشف الجون. يلا 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 يلا، رمضان بيجري. ايه ده؟ ايه تالت يوم ده بدأ؟ تالت يوم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تجريش، اصبر اصبر، احنا ما بتصدق تيجي في السنه مره. اصبر، ايه رايح فين انت؟ استنى وانتي الحق، يلا يلا الحقوا، يسارعون في الخيرات. عايزين نبقى ومنكم سابق بالخيرات، احنا عايزين نبقى سابقين بالخيرات باي شكل من الاشكال. صدقات ماشي، حاجات ماشي. اللي انا عايزه بس اقوله لكم كمان ان الحاجات اللي قلقاني ان انا متعوده على صدقات بطلعها. والله يا بنتي عشان كده من كام يوم لما بقول لك ان انا كان معايا وجبه وهتطلعي منها برضو، بقول يا رب انا معيش حتى طب فلوس هطلع من الوجبه اللي في ايدي. هتطلعي مش جات لك حاجه قد كده هتطلعي منها والله العظيم. تاني يوم بقول لك، تاني يوم 24 ساعه جات لك احسن منها. يلا يلا سابقون بالخيرات، حتى لو تمرايه. ما فيش حاجه عند ربك بتضيع، قسما بالله ما فيش حاجه عند ربك بتضيع. يلا يلا بقى، يلا يلا يلا. ده في حاجات عند ربنا حلوه بشكل، يعني اصلا القعده دي لوحدها قمه في الخير. ايه يا رب ده؟ وانا كان كل دي ارزاق متشلالي وانا ما اعرفش. يا رب اديهم زي ما ادتني واكتر مليون ضعف، اهديهم زي ما هدتني واكتر مليون ضعف، من عليهم بالهدى والتقى والعفاف والغنى والسعاده زي ما ادتني واكتر مليون ضعف، ووزعني اشكر نعمتك اللي اديتها لي، نعمك الكتير قوي اللي اديتها لي، واعرف انفق منها وادي للناس منها وادعو الى الله. واستخدمني يا رب، استخدمني كده، قول لي عامله روحي فروح، اعملي فاعمل يا رب. وهم كمان يعملوا، هم كمان يدعوا الى الله معايا، حتى لو احنا ما عندناش علم قوي. يلا اي حاجه باي شكل، باي طريقه. روحي انشري فيديوهات الناس اللي عندها علم ارجوكي، شوفي احسن فيديو كده اثر فيكي فرق معاك انشر. اي حد هيعمل حاجه في الفيديو ده يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، لحد يوم الدين انت واخد ثوابه. ومش بس ثوابه في الاخره، الحاجه اللي لما بتتعمل بيرجع لك اضعاف. عارفه الاسلحه اللي بتعمل كده تقوم رده فيكي، كله بيرجع في الدنيا كمان، واتيناه اجره في الدنيا والله العظيم اقسم بالله. يلا يلا يلا، انا هروح ادعي، انا هروح اكمل دعاء والله، انا هروح اكمل دعاء كتير بقى، انا هروح اصلي على النبي كتير عشان انا محتاجه الكلام ده قوي، محتاجه الكلام ده في حياتي قوي قوي والله. انا محتاجه ربنا قوي قوي كل لحظه وكل نفس. احنا محتاجين ربنا في كل نفس، كل نفس والله. شحنه اهي، شحنه تطلع منها بتدعي كل دقيقه، طب انا عايزه ادعي كل دقيقه، اعمل ايه؟ صلاه على النبي كل دقيقه، صلاه على النبي طول ما انت شايف. انت كده كانك بتعمل سلكت تقول لكل دعواتك، سلكت تقول لي كده لكل الدعوات، بدل ما انا مش عارفه ادعي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. اول ما تبقى عايز تدعي بحاجه ومش عارف تقول ايه ولا ايه، عايز تدعي دعوه واحده تجيب كل دعواتك. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بالصيغه الابراهيميه ايا كان ايه، ودي اعداد مضاعفه زي ما انت عاوز. ها يلا يلا يلا. انا هروح اصلي على محمد كتير النهارده، انا محتاجه ربنا كتير قوي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.